حسن خيري الشمال وحسن خيري الجنوب. بعد الحرب العالمية الثانية وانتصار جبهة دول الحلفاء على دول المركز وانهيار الإمبراطورية العثمانية، فكر دول الحلفاء في تأسيس دولة كردية مثل دول تركيا وإيران والعراق والأردن. جاء القرار حسب بنود اتفاقية وقعت في مدينة سيفر بفرنسا حول توزيع تركة الإمبراطورية العثمانية، جاء فيها على الإمبراطورية العثمانية المنهزمة في الحرب القبول بحكم ذاتي للكرد، كما عليها الاعتراف بدولة مستقلة لكل من اليونان والأرمن. عام 23 عندما أراد ممثل تركيا خلال اجتماعه بلوزان التوقيع على اتفاقية مع ممثلي دول الحلفاء، واجه عدم رضا ممثلي دول الحلفاء، فممثلو هذه الدول لم يرضوا بالتوقيع على اتفاقية لوزان قائلين: شرق تركيا موطن للكرد ولا نعرف ما الذي سيحصل للكرد من وراء توقيع مثل هذا الاتفاق. فأجاب ممثل تركيا في رده: تركيا ليست دولة للأتراك فقط، وإنما هي دولة للكرد والأتراك، وقررنا نحن الأتراك والكرد أن نعيش سويا على أرض دولة تركيا. غير أن ممثلي الدول الأوروبية لم يقتنعوا بهذه العبارة ولم يصدقوها، وكان عصمت باشا يترأس الوفد التركي آنذاك، وعندما علم أنه لم يبق بيده شيء وأن دول الحلفاء سيمنحون جزءا من أراضي الإمبراطورية العثمانية للكرد كونها أراضيهم احتلتها الإمبراطورية، قام عصمت باشا بإعلام مصطفى كمال أتاتورك بنوايا الحلفاء بسرعة فائقة، وأخبره بأننا لو لم نتحرك سريعا فإن دول الحلفاء سيؤسسون دولة كردستان، فينبغي الإسراع بالقيام بخطة تثبت لهذه الدول أن الكرد والأتراك قرروا العيش معا في دولة واحدة لفسخ معاهدة سيفر ونقضها. قام مصطفى كمال أتاتورك بدعوة شخصية كردية كان يمثل منطقة ديرسم في البرلمان التركي آنذاك يدعى حسن خيري، وقال له: يوم غد تزين بالألبسة الكردية وشارك في جلسة البرلمان التركي لكي تثبت وتبرهن للصحافة والإعلام والبعثات والوفود الدولية أن الكرد في الدولة تركيا أصحاب حقوق وامتيازات مضمونة ومصونة داخل تركيا، وأنهم لا يطالبون بالانفصال عن إخوانهم الأتراك المسلمين، وأن مصير هاتين القوميتين أفضل في دولة واحدة وعلى أرض واحدة، وأن الكرد عامة قرروا هذا القرار بالعيش في إطار دولة تركيا. فطالبت زوجة حسن خيري منه عدم القيام بما طلبه أتاتورك والأتراك، لأن الأتراك ليسوا موضع ثقة وأمان، وبالأخص تجاه الكرد، فطالبته زوجته عدم فعل الخيانة وممارستها تجاه أمته الكردية، ولا تلبي لنداء الأتراك ودعوتهم، فمما لا بد منه أن النهاية ستكون ندما سيقضون عليك بسبب هذه الفعلة. غير أنه لم يسمع لنصيحة زوجته ولم يهتم بها، ولبى نداء أتاتورك، فحضر حسن خيري البرلمان التركي باللباس الكردي عدة مرات مرددا هذه العبارة: الكرد لا يطالبون بالانفصال عن تركيا. رددها أمام وسائل الإعلام والصحفيين والمنظمات الدولية، كما طلب منه أتاتورك بإرسال برقية لممثلي الدول المشاركة في معاهدة لوزان تأكيد هذا الشيء وإثباته لهم. فلبى حسن خيري لطلب أتاتورك وقام بما طلب منه، وأكد للعالم وممثليه المشاركين في المعاهدة وبأدلة موثوقة، وهذا ما تسبب بإرضاء ممثلي هذه الدول والعظمى منها خصوصا بإعلان معاهدة لوزان المعروفة بالمعاهدة المجهضة لآمال الشعب الكردي والمبددة لأحلامهم. وبعد انتهاء كل شيء ومعرفة قادة ومسؤولي الدولة التركية وبالأخص مصطفى كمال أتاتورك وتيقنهم من الانتهاء من كل شيء، أصدر أتاتورك أمرا باعتقال حسن خيري بتهمة انتهاك القوانين التركية والإساءة إليها وانتهاك سيادة الأراضي التركية والتربص والعداء لها، كما اتهم بحضور جلسات البرلمان التركي بالزي الكردي. ومع اعتراف حسن خيري لهم بأن ما فعله كان بأمر من أتاتورك للحقول دون استقلال الكرد، وأني قمت بإرسال البرقيات للدول المشاركة في معاهدة لوزان مطالبا منها بإلغاء معاهدة سيفر وفسخها، تلك المعاهدة التي دعت إلى حكم ذاتي للكرد واستقلالهم. غير أن كبار مسؤولي الدولة التركية لم يقتنعوا بشيء مما قاله وقدموه للمحكمة العليا التركية، وخلال محاكمته كرر حسن خيري وردد عباراته السابقة، وفي ردها على خيري قالت المحكمة: نعلم جيدا ما قدمته وقمت به من دور بارز في إلغاء معاهدة سيفر وفسخها، وأن تحل معاهدة لوزان محلها، تلك المعاهدة التي تقرر فيها تأسيس دولة للكرد، غير أن قضيتك هي بسبب دخول البرلمان
البرلمان التركي بالزي الكردي وانتهاك حرمات البرلمان، ولهذا أصدرنا حكم الإعدام عليه. وقبل تنفيذ حكم الإعدام عليه أدرك حسن خيري حجم الخطأ والخيانة التي ارتكبها تجاه شعبه الكردي، ففكر في شيء ليجنب غيره من مثل هذه الخيانة. لهذا أوصت دولة تركيا بدفنه بعد إعدامه بجانب طريق ليتسنى لكل كردي يمر بقبره بالبصاق عليه جزاء خيانته لهم، لكي لا يقتدي به أحد بعد موته، وألا يتأثر به الأجيال بعده، وألا تثق الأجيال الجديدة بالدولة التركية المحتلة. وقد استجابت تركيا لطلبه، فبعد تنفيذ حكم الإعدام دفنته على طريق عام ليتسنى لكل كردي يمر من هذه الطريق أن يبصق على قبره. وفعلا كلما مر كردي بهذا القبر بصق عليه، فهو من كثرة البصاق عليه لم يجف. ولما رأت تركيا أن قبره أصبح سببا لتوحيد الكرد ورفع من الشعور القومي للكرد، قررت نبش القبر ونقل جثته لمكان آخر لئلا يتذكر الكرد هذه الشخصية وهذه الخيانة. هذا هو حسن خيري الشمال، غير أن جنوب البلاد أصبح مليئا بأمثال حسن خيري الذين يتقمصون الزي الكردي ويتصرفون كأعداء الكردي، وأن أعداد هؤلاء في جنوب البلاد كثيرة. هذا وحسن خيري الجنوب أسوأ بكثير من حسن خيري الشمال، فهم أصبحوا عصا بيد الدولة المحتلة لتبديد الأحلام الكردية وإجهاضها. فقد شعر خيري الشمال بالخزي والعار آخر لحظاته، غير أن خيري الجنوب ليس لهم ملكة الشعور بالذنب أو نداء الضمير، فهم غارقون في الخيانة. فلو تم إعدامهم وإحياؤهم عشرات المرات لما تركوا ما أدمنوا عليه من أعمالهم الدنيئة. پێویارێکمان بۆ هات کە هێزەکانی عێراق دەگەڕێنەوە بۆ کەرکووک. ئەوەش تەنها ڕێکەوتنە کە من لەسەری ڕێکەوت بووم و من بەڵگەم لە بەردەستدایە کە لەلایەن 38 کەس لە 50 کەس لە سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە ئیمزا کراوە. بۆ چی؟ ئێمە عێراقین؟ من افتخار دەکەم کە عێراق